دراجة دليفري مطعم. اخوتنا جهازنا مع عميل لهذا المطعم، باليوم يودون 6 طلبات 7 طلبات. ذاك اليوم مودين طلب الساعة بالوحدة بالليل، ودالهم اياه الطلب، ردوا النوب وصوا بالثنتين. هم زلمتنا هم حط الاكل ووداه، هو رجال يشتغل عامل. راح ودى الطلب، وصل قريب بيت الجيزاني، يتصل ما حد يجاوبه، يتصل ما حد يجاوبه، 3 مرات 4. سمع شباب قاعدين بالطارمه، تبين انه الجيزاني عنده طارمه. دق الباب، جاوبوه من ورا الباب. قال لهم انا بالدليفري وهذا الاكل لكم. قالوا له احنا العشاء وصل من زمان. قال لهم لا، هذا طلب ثاني وهذا رقم التليفون. قالوا له اخونا وصى ونام، خلينا نشوفه. طبوا على اخوه، يقول انا واقف بالدراجه ولا الرمي يصير ورا الباب. يقول احنا منطقتنا الشعله اتفق يثور 24 ساعه، طلايب ومشاكل واعراس وكلها. زين، يقول لان الرمي قرب ورا الباب. يقول انا واقف، الدراجه ما توقف. يقول ما احس الا واحد اجاني من ورا ورمى فوقاي، جاب المسدس حطه براسي، اعطيني التليفون. طيب شو تسوي هنا؟ قال انا جايب لهم طلب. اخذ التليفون وطب جوه، وهذا الرمي طبعا جوه مستمر والمسدس براسه. طب جوه، ورا 5 دقائق 10 دقائق يطلع له طفل يجل الديوان، يقول له هذا تليفونك وروح الله وياك. قال له هذا الرمي علي؟ قال له اي. جاب خوش، هذا ابني هم دار وجهه ومشي، رد له بالمطعم. وبالمطعم شال تليفون، شاف ابني مو على بعضه، خابر على اللي وصل طلب. قال له ليش هيك سويتوا بي؟ قال له كان ما ندري احنا مشتبهين بي. جاب خوش مشتبهين. سدينا الحكي، انا خابرون الولد، خلينا وجينا لهذا المركز مال الميثاق. سوينا دعوه، انتهت الدعوه، صارت علينا ب6 الصبح، ومن ضمن القاعدين مشتاق البياتي، دقيت عليه ب3:30 من ضمن الجاوي. ابو حسن الشعباوي خابرته بالليل، بس الجاوي نايمه. خلينا وردينا له هنا. قلت له عم اعطيني الرقم مال الطلب، خافه هلا هذا ما يدرون. شيل التليفون، ادق عليه ما يجاوبني. صارت بال6 وما يجاوب، بال7 وما يجاوب. جابوا له غير رقم، دقيت عليه يجاوبني لان تو قاعد من النوم. السلام عليكم السلام. قلت له عم هذا الزلمه رميتوه، الاهل ما الاهل؟ قال هذا عمي يسولف وياك. سولف وياي، قال عمي احنا بالنسبه لنا ما متقصدينه. قلت له عمي هذا الرجال من عشيره، انت ما متقصده على راسي، بس هذا الرجال وراه عشيره. قال اعطيني مجال، هسه انا جايك وين انت؟ قلت له انا بالدوانم. قال ما سامع بيها، هسه اليوم انا مو من الشعله، من تسالني على الدوانم اندلهم. قلت له عمي بفلان مكان، قلت اوصف له النوم. قال هسه شويه وانا خابرك واجيك. سد التليفون ومشي. ماكو بين هاي المكالمه و10 دقائق اتصل علي رقم. السلام عليكم السلام، تفضل. قال انا ابو الجيزان الرمى. قلت له على راسي. طبعا هذا التسجيل مكالمه. تفضل. قال سولف لي. سولف. قلت له مثل ما هسه سولفت لكم، لان هذا الزلمه ينب علي. قال انا قائد بالحشيد وبالانبار. قلت له على راسي انت والحشيد. احنا بالنسبه لنا هذا الزلمه رميتوه، السداوي عنده اهل، ومن صار عليه هيك اعتداء واليوم يسحب سلاح كتال. قال شنو كتال؟ اقول لك انا قائد بالحشد. قلت له عمي قائد بالحشد على راسي، انا راح اظل عد على القانون. قال روح شو تسوي سوي. قلت له خوش كان راح اظل على القانون. قال مو اسولف وياك. قلت له سولف. قال انتم وين؟ وهم وصفت. حط بالتليفون وسدها. ربع ساعه هيك خابرنا زلمه ابن عمامنا ابو احمد. السلام عليكم السلام، انت ياهو؟ قلت له انا فلان. قال انا جايك. خله وجه. قال ذولا ولد اختي وذولا هيك. قلت له ولد اختك يسوون باسلامنا هيك؟ وين صايره؟ شال تليفون، خابر على خالنا ابو حسن وعلى خالنا الشعباوي، اجوا وشالوا عطوه. زين، هذا الزلمه ابو الحشيد رايح حمله بالمطعم مهدده، قايل له هم انا بالحشيد وانا قبل طلبت ويا بن اسد ورد علي. احنا يا اخواننا هذا اعتداء، والاعتداء اليوم بالسلاح. احنا بالنسبه لنا انا ابني قاتل ويخلون المسدس براسه، لنفرض هسه ابني الله تحديث الساعه وجاء الخوف والشيطان نعت الله عليه،
وشغل دراجته وشرد. هذا ابو مسدس اللي وراه ما يرمي ويكتله ويطب له هلا كان كل شيء ما مسوي. احنا لو ما الله والبخت هذا الزلمه كان شرد زلمتنا كان مات بساعتها. النوب العذر اقبح من الفعل. يقول لك انا بالمعبر يقول له انت جاي تخطف. عما خطفك انا ندلك اعرفك. والحكي بعد يمك يا شيخ محمد. السلاح وينه خلي يشوفون لنا اياه.